سمعت قبل كده عن لقب أينشتاين العرب؟ يمكن تفتكر إن اللقب ده مجرد مجاملة، بس الحقيقة إن ورا اللقب ده قصة عالم مصري كبير اسمه علي مصطفى مشرفة، قدر يغير مفاهيم الفيزياء ويوصل للعالمية. يا ترى مين هو مصطفى مشرفة؟ وإزاي وصل للمكانة دي؟ خليك معايا للآخر علشان تعرف أصل الحكاية. Let's go! اتولد علي مصطفى مشرف في دمياط يوم 11 يوليو سنة 1898 في بيت كبير وعيشة مرتاحة. أبوه كان واحد من أعيان دمياط وكان متأثر جدا بأفكار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. بدأ تعليمه في الكتاب زي أغلب أطفال مصر ساعتها، وحط دماغه في القرآن الكريم من بدري جدا، وبالفعل وهو عنده حوالي 10 سنين كان حافظ القرآن كله. الموضوع ده أثبت قد إيه ذاكرته قوية وتركيزه عالي بشكل مش عادي. وفي سنة 1907 أسعار القطن وقعت وأبوه خسر جزء كبير من فلوسه، وبعدها بثلاث سنين سنة 1910 الأب توفى فجأة وهو لسه شاب، وساب علي عنده 12 سنة بس. من ساعتها علي بقى راجل البيت، مسؤول عن أمه وإخواته الثلاثة. بعد موت الأب العيلة اتنقلت للقاهرة وسكنوا في شقة صغيرة في عابدين مع جدتهم. قبل ما يدخل الثانوية علي خلص الكتاب وحفظ القرآن، وكان واضح من بدر إنه مختلف عن باقي الأطفال وتركيزه عالي وذاكرته قوية جدا. لما وصل مرحلة الثانوية دخل مدرسة العباسية الثانوية في اسكندرية في القسم الداخلي المجاني المخصص للمتفوقين. تخيل طفل جاي من دمياط بعيد عن أهله في جو جديد تماما، لكنه اتأقلم بسرعة وتفوق في كل المواد، وكان دايما اسمه ظاهر في لوحات الشرف. بعد فترة قصيرة اتنقل لمدرسة السعدية في القاهرة، واحدة من أكبر المدارس في مصر في وقتها. سنة 1912 وهو عنده 14 سنة نجح في أول شهادة من الثانوية اللي كانت بتتعمل على مرحلتين وقتها، وبعد سنتين وهو عنده 16 سنة خد البكالوريا وكان ترتيبه التاني على مصر كلها. الطبيعي إن أي طالب متفوق بالدرجة دي بيروح على طول على الطب أو هندسة، لأن ده كان الطريق المضمون للوظيفة والمكانة الاجتماعية. لكن علي اختار حاجة مختلفة تماما، دار المعلمين العليا. القرار ده استغربه الكل وقتها، لكن هو كان شايف مستقبله في العلم والرياضيات. دخل قسم الرياضيات والعلوم في دار المعلمين العليا، ومن أول يوم كان متفوق بشكل ملفت. أساتذته نفسهم كانوا بيشيدوا بقدراته، وكانوا كتير بيقولوا إنه سابق سنه بسنين. خلص دراسته هناك وطلع الأول على دفعته كلها، وده اللي خلى وزارة المعارف تبعته في بعثة لبريطانيا سنة 1917. البعثات دي ما كانتش بتروح لأي حد، كانت بس للطلبة النابغين اللي شايفين فيهم مستقبل كبير لمصر. وبالفعل اتبعت هناك على جامعة نوتنجهام علشان ياخد البكالوريوس في الرياضيات، وبعدها راح كلية الملك بلندن عشان ياخد الدكتوراه. لما خلص بعثته من دار المعلمين العليا اتبعت انجلترا تاني سنة 1920، وكان وقتها عنده حوالي 22 سنة. راح على كلية كينجز جامعة لندن، ودي من أعرق الكليات هناك. مشرفة كان محظوظ إنه يتعلم على إيد عالم كبير زي تشارلز توماس ويلسون اللي خد نوبل سنة 1927 عن اختراعه غرفة الضباب اللي بتستخدم في تتبع الجسيمات. ودي كانت فرصة عظيمة لمشرف لأنه اتعلم أحدث طرق البحث والتجريب في الفيزياء وقتها. في سنة 1923 خلص الدكتوراه الأولى في الفلسفة في العلوم الطبيعية. موضوع رسالته كان عن النظرية النسبية والتأثيرات الكهرومغناطيسية، ودي حاجة كانت لسه جديدة جدا وقتها. وأعمال أينشتاين نفسها كانت بتتشرح لسه في أوروبا. بعدها في 1924 اشتغل على أبحاث أعمق في الفيزياء النظرية وقدم علشان ياخد دكتوراه في العلوم، ودي شهادة نادرة جدا مش أي دكتور بياخدها. كان عمره وقتها حوالي 26 سنة، وبكده بقى أول مصري وأول عربي ياخد الشهادة دي، وعدد اللي خدها في العالم كله كان قليل جدا. الإنجاز ده رفع اسمه على طول وسط العلماء في أوروبا. لما رجع مصر سنة 1925 اشتغل الأول مدرس رياضيات في كلية المعلمين العليا، لكن بعد افتتاح جامعة القاهرة اللي كان وقتها اسمها الجامعة المصرية اتنقل يدرس في كلية العلوم. المفاجأة الكبيرة حصلت سنة 1926 وهو لسه تحت سن 30. أخذ لقب أستاذ في الفيزياء التطبيقية، مع إن القانون وقتها ما كانش بيسمح يدوا لقب أستاذ قبل ما يتم 30 سنة، لكن تفوقه العلمي وأبحاثه خلوا الجامعة تكسر القاعدة. وبعدها ب10 سنين سنة 1936 يترقى وبقى عميد كلية العلوم، وكان أول مصري يتولى المنصب ده بعد ما كانت الكلية متسابة للأجانب. المنصب ده خلاه مش بس عالم لكن كمان إداري بيدير أكبر كلية علوم في مصر. أول ما بدأ ينشر أبحاث وركز على موضوعات كانت في قمة الجدل العلمي وقتها، زي تأثير الشتر، ودي تأثيرات بتحصل على خطوط الطيف لما الذرات تتأثر بمجال كهربائي أو مغناطيسي. الموضوع ده كان في صميم فهم البنية الذرية. مشرفة دخل في العمق وحاول يطور المعادلات اللي بتشرح الظاهرة. بعدها دخل على ميكانيكا الكم اللي كانت وقتها لسه بتتشكل في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، وكان العلماء لسه بيتخانقوا على تفسيرها وكل عالم ليه رأي مختلف عن التاني. ومشرفة دخل في النص بأبحاث بتربط بين الكم والنسبية. البحث الأشهر ليه كان في سنة 1932 كان بعنوان تقيل جدا لكنه بيطرح سؤال عبقري:
هل المادة والإشعاع ممكن يكونوا صورتين لحاجة واحدة؟ السؤال ده هو اللي خلاه يتلقب بأينشتاين العرب، لأنه بيقرب جدا من فكرة تكافؤ المادة والطاقة اللي صاغها أينشتاين. الفكرة إن مشرفة كان بيدور على هل في أساس موحد للطبيعة كلها، بدل ما العلم يبص للمادة والطاقة ككيانين منفصلين. واللي خلى الموضوع أعمق إن كان في فعلا مراسلات بينه وبين أينشتاين نفسه، والمراسلات دي لسه محفوظة في أرشيف جامعة القاهرة. وأينشتاين كتب عنه بخط إيده وقال إنه واحد من القليلين اللي فاهمين نظريتي في النسبية على حقيقتها. على مدار مسيرته نشر حوالي 25 بحث علمي في مجلات تقيلة زي مجلة نيتشر، ودي مجلة مش أي كلام، دي أهم مجلة علمية في العالم. يعني اسمه كان بيتكتب جنب عمالقة زي بول ديراك ونيلز بور. من أهم أبحاثه سنة 1937 سرعات متغيرة للضوء. وقتها الفكرة دي كانت جريئة جدا، لأن نظرية أينشتاين مبنية على إن سرعة الضوء ثابتة. مشرفة طرح إن إيه اللي يحصل لو السرعة دي مش ثابتة تحت ظروف معينة. كان سابق عصره تماما. وفي سنة 1944 مبدأ عدم التحديد، هايزنبرج كان بيقول إنه مستحيل تحدد مكان وسرعة جسيم في نفس اللحظة. مشرفة دخل يناقش الفكرة ويقترح تفسيرات بديلة. يعني كان مش بس بيتابع، لكنه بينقد ويحط أفكار جديدة. كمان اشتغل على معادلات ماكسويل في الكهرومغناطيسية، وحاول يربطها بنظرية الكم علشان يطلع صورة أوضح عن طبيعة الضوء والموجات. وكمان كتب كذا كتاب مبسط بالعربي علشان الطلبة والجمهور العادي يفهموا ده، وده لأنه كان عايز الناس كلها تشارك في الفهم. مشرفة ما كانش عايز العلم يفضل محبوس عند العلماء، كان عايز الناس كلها تفهم. كتب كتب مبسطة زي الميكانيكا العلمية والنظرية، النظرية النسبية الخاصة، الذرة والقنابل الذرية بعد الحرب العالمية الثانية، العلم والحياة. الكتب دي فتحت عيون الناس على العلم. أما من ناحية التعليم والجيل اللي خرجه، مشرفة كان أستاذ بمعنى الكلمة، مش مجرد بيدرس مادة والسلام، لكن كان بيزرع في الطلبة حب العلم نفسه. مثلا الدكتورة سميرة موسى اللي كانت متأثرة بيه جدا، وهو اللي وجهها وفتح ليها أبواب البحث في الفيزياء النووية. وكمان الدكتور عطية عاشور اللي بقى بعد كده واحد من أهم علماء الفيزياء في مصر والعالم العربي، وغيرهم كمان عشرات من الطلبة اللي بقى بعد كده أسماء لامعة في المجال العلمي. وده بيوضح قد إيه إن مشرفة كان مدرس أجيال، مش مجرد باحث بيكتب أوراق. أما عن حبه للموسيقى، الموضوع ده غريب شوية للناس اللي مش عارفاه. تخيل عالم فيزيائي غرقان في المعادلات المعقدة، وبرغم كده كان عنده شغف كبير بالموسيقى. هو نفسه كان بيعزف على البيانو، وكان بيعتبر إن الموسيقى والرياضيات إخوات، الاتنين فيهم تناغم، نسب، إيقاعات، وكلهم في الآخر بيعتمدوا على العقل والخيال. وعلشان كده أسس سنة 1945 جمعية محبي الموسيقى في مصر، وكان بيدعو الفنانين والعازفين يشاركوا فيها، وكان بيحضر حفلات بنفسه. في ناس كانت بتقول إن الموسيقى كانت بالنسبة له نوع من الاستراحة الذهنية من ضغط الأبحاث. وكمان مشرفة ما كانش غريب عن التراث العربي والإسلامي، بالعكس كان شايف إن النهضة الحديثة لازم تبقى مبنية على تاريخنا العلمي القديم. ومن هنا بدأ يحقق وينشر كتب العلماء المسلمين الكبار زي كتاب الخوارزمي الجبر والمقابلة، واللي بيمثل الأساس الحقيقي لعلم الجبر. وده كان نوع من رد الاعتبار لحضارتنا قدام العالم اللي كان فاكر إن العلم بدأ من أوروبا بس. كمان كتب مؤلفات علمية مبسطة لغير المتخصصين زي العلم والحياة، العلم والحرب، الذرة والقنابل، وكان بيكتبها بلغة مفهومة للناس العادية. الفكرة إنه كان مؤمن إن العلم مش لازم يفضل محصور بين العلماء، لكن لازم يوصل لعامة الشعب عشان يبقى في وعي. وده في وقته كان توجه جديد جدا. سنة 1943 الملك فاروق اداله لقب الباشا تقديرا لإنجازاته، لكن في الواقع مشرفة ما كانش من الناس اللي بتجري ورا الألقاب أو بتتفخر بيها. بالعكس، هو كان عايش حياة بسيطة جدا، ساكن في بيت متواضع، وبيمشي دايما على رجليه أو يركب الترام، وبيفتح بيته لطلابه. كان بيقضي وقت طويل معاهم سواء في الكلية أو حتى في بيته، يشجعهم، يناقشوا ويبحثوا من غير قيود. أما من ناحية الوطنية، هو كان شايف إن العلم مش مجرد رفاهية، لكن وسيلة للتحرر من الاحتلال الإنجليزي. وقتها مصر كانت لسه تحت النفوذ البريطاني، وكان في خوف إن مصر تفضل مجرد بلد مستهلك للعلم الغربي. مشرفة كان بيركز في كلامه ومقالاته على إن العلم قوة، وإن أي بلد عايز يبقى مستقل لازم يعتمد على البحث العلمي. كمان هو كان بيكتب مقالات في مجلات زي الهلال والثقافة، يتكلم فيها عن دور العلم في المجتمع. ما كانش بيكتب بلغة معقدة للعلماء بس، لا، ده كان بيحاول يبسط الفيزياء علشان الناس العادية تفهم. كان عايز يبني وعي عام عند المصريين إن العلم مش حاجة بعيدة عن حياتهم. أما علاقته بالسياسة، فهو ما كانش ناشط سياسي مباشر، لكن مواقفه العلمية والوطنية خلت الإنجليز يراقبوه. هو كان واضح جدا في رفضه لاستخدام العلم في الدمار، زي القنبلة الذرية اللي انفجرت في هيروشيما وناجازاكي. كتب وقتها وقال إن العالم دخل مرحلة جديدة خطيرة، ولازم مصر والعرب ما يتأخروش في سباق العلم
العلم علشان ما يبقوش تحت رحمة الدول الكبرى. وفاة مصطفى مشرفة كانت فعلا من أكتر اللحظات الصادمة للوسط العلمي في مصر والعالم العربي. الراجل كان لسه في عز عطاء، لسه عنده 51 سنة، صحته كويسة وما كانش عنده أمراض مزمنة معروفة. يوم 15 يناير سنة 1950 فجأة جاله تعب شديد وهو في بيته، وما عداش وقت طويل إلا وأعلن وفاته. السبب الرسمي اللي اتقال في الصحافة وقتها أزمة قلبية حادة، لكن الغريب إن في شهادات ناس قريبين منه قالوا إن مشرفة ما كانش عنده تاريخ مرض بالقلب، بالعكس كان إنسان رياضي بيمشي كتير وبيحافظ على أكله، وده فتح باب الشك. الشكوك دي اتغذت أكتر بفكرة إن مشرفة كان بيتكلم علنيا عن خطورة استخدام العلم النووي كسلاح، وكان بينادي إن مصر تدخل المجال النووي بشكل سلمي. بعض الباحثين بيقولوا إن نشاطه العلمي في الفيزياء النظرية وخصوصا أبحاثه عن الذرة وسرعة الضوء والعلاقة بين المادة والإشعاع خلاه تحت عين أجهزة المخابرات الأجنبية. الإشاعة الأوسع انتشارا كانت إن الموساد الإسرائيلي كان له يد في موته، وده ليه؟ لأن إسرائيل وقتها كانت لسه في بداياتها وكان عندها مشروع نووي سري بيتجهز من أواخر الأربعينات. وجود عالم زي مشرفة بعلاقاته الدولية وبحجم تأثيره العلمي ومع فكره الوطني كان ممكن يبقى عقبة في طريقهم أو يكشف أسرار كتير. لكن على الناحية التانية أخوه الدكتور عطية مشرفة خرج أكتر من مرة ونفى الكلام ده، وقال بوضوح إن أخوه مات موتة طبيعية ومفيش أي دليل إنه اتسمم أو اتقتل. ورغم كلامه ناس كتير لسه مش مقتنعة لحد النهاردة، يمكن علشان موت مشرفة جه بسرعة وبشكل غير متوقع. بعد وفاته ظهرت إشاعات إن بعض أبحاثه اختفت أو اتصدرت. في ناس قالت إن كانت عنده أوراق عن مشروع ذرة مصري أو أفكار ممكن تتحول لبرنامج نووي، لكن أسرته أكدت إن اللي كان عنده منشور بالفعل في مجلات علمية. وبرغم كده الموضوع فضل غامض. بعد وفاة مصطفى مشرفة سنة 1950 مش بس مصر اللي حزنت عليه، ده حتى الأوساط العلمية في أوروبا وأمريكا اتأثرت. الراجل كان عضو في جمعيات علمية دولية كبيرة وكان له أبحاث منشورة بالإنجليزي والفرنسي، وبالتالي مكانته كانت معروفة. وبعد سنين من رحيله لأن بريطانيا كانت عايزة تعزز التعاون العلمي بينها وبين مصر، طلعوا منحة علمية مشتركة أطلقوا عليها اسم نيوتن مشرفة. الاسم بيجمع بين إسحاق نيوتن رمز الفيزياء الكلاسيكية في أوروبا وبين مصطفى مشرفة رمز الفيزياء النظرية في مصر والعالم العربي. الهدف من المنحة دي كان دعم الباحثين المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتسهيل تبادل الخبرات مع الجامعات البريطانية. المنحة اتعملت فعلا كنوع من التكريم لاسم مشرفة علشان يفضل حاضر في ذاكرة الأجيال، مش بس كعالم مصري لكن كرمز للتواصل العلمي بين الشرق والغرب. وده شيء نادر جدا إن عالم عربي يتعمل له برنامج علمي مشترك باسمه مع واحد زي نيوتن. أما حكاية أينشتاين العرب، اللقب ده جه مش من فراغ. أولا لأن مشرفة كان من أوائل الناس اللي شرحت نظرية النسبية الخاصة والعامة بالعرب وخلاها مفهومة للطلاب والعلماء العرب. تاني حاجة لأن أينشتاين نفسه كان بيعرفه ويقدره وكان في خطابات متبادلة بينهم. في الآخر سيرة مصطفى مشرفة مش مجرد قصة عالم مصري نابغة، لكنها شهادة إن الإرادة والعلم يقدروا يغيروا مصير أي إنسان وأي بلد كمان. ويمكن يكون رحل بدري لكن أثره لسه عايش في كتبه، في تلامذته، وفي كل طالب بيحلم إن العلم يبقى طريق. يمكن الزمن ما اداش مصطفى مشرفة عمر طويل، بس ده اللي أهم، اسم ما بيموتش وعلم لسه منور لحد النهارده وبيفكرنا إن قوة مصر مش بس في أرضها لكن كمان في عقول ولادها. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة واستناني في أصل الحكاية الجاية.